السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو لا فيديو روحوا ديروا لي هذاك الجيم وكومونتير شباب كيما نتوما، فرحوني هكا باش الفيديو يكبر ويطلع ويخرج لاكبر اخوات يعني، وكامل تجربوها. وصفتنا اليوم كيما راكم تشوفوا كيكه غير بزوج حبات بيض، يعني بديل الجينواز، يعني هايله بالبزاف. تقدري تجربوها. بالنسبه للمبتدئات حنعطيكم كامل شرح مبسط هكا باش كي تجربيها تنجح لك من اول تجربه. البنات بنتها بنه تقدري تعتمديها للاعياد الميلاد، تقدري ديريها للحفلات، بسيطه وشابه بالبزاف. نتمنى من قلبي تعجبكم الوصفه تاعي لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا عندنا حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، عندنا كاس سكر ناقص اسبوع برك. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه يعني بلا باتور، بلا غير باليد برك، وانتي خدمتيها تخرج لك ما شاء الله. صدقوني البنات، نخلطوا هذاك البيض، نجربوا كيفاش هذاك السكر يتخلط مليح مع البيض تاعنا. عندنا كاس تاع الزيت ناقص زوج اسبوع. كما راكم تشوفوا يعني الكاس هذا 220 ملي، يعني هذا الكاس كامل تعرفوا تاع ام وليد، يعني ما كاش اللي ما يعرفوش. ما كما راكم تشوفوا نخلطوا هذو المكونات تاعي يعني كامل. اذا حبيتي يعني كاين بزاف اخواتي يسقسوني يقولوا لي اسكو نقدروا نخدموها بالباتور، نقدر نقول لكم تقدري تخلطيها عادي. البنات هنايا حبيت نضيف هذا المكون، درت ياغورت كما راكم تشوفوا ذوق الليمون درتو، يعني ما شاء كما راكم تشوفوا. تقدري اذا ما كاش عندك الياغورت تقدري ديري كاس تاع الحليب يعني عادي. حبيت نبدل في الوصفه، عطاتها واحد البنه ما شاء الله. كما قلت لكم هذا الياغورت تاع الليمون وتاع الموز يعني ما شاء الله هايل. انتي ديري الذوق اللي تحبيه. كما راكم تشوفوا الوصفه يعني راهي باينه، ونتمنى نكون يعني وضحتها لكم يعني حتى ما كاش باش تجيكم سهله وتجربوها كامل. هنا درت كاس تاع الفرينه عمرته مليح، ودرت ملعقه تاع الكاكاو يعني بني وملعقه كاكاو مر هكا باش يعطيني هذاك اللون يعني اللي حبيته. وانتم اذا ما كانش عندكم هذاك الكاكاو المر تقدري ديري كاكاو عادي، ديري زوج مغارف برك هذا مكان. هنا البنات درت نصف كاس تاع الفرينه هكا، ونشوف اذا يعني احتجت نزيد اكثر، سينو نخليها كيما راهي. كملوا معايا برك الوصفه للاخير هكذا باش تكتشفوا كامل شحال درت المقادير هكا باش تعرفوا كامل، وكي تجربوها تجيكم يعني مضبوطه. كيما راكم تشوفوا لهنا راني خلطت مليح. راح نضيف ملعقه تاع الفرينه حطيتها في الصفايه تاعي هكا باش كي ندير خميره الحلويات انا دائما نحب نحطها في الاخير باش تعطيني النتيجه مليحه وتجيني الكيكه تاعي يعني كيما حبيتها انايا. هنا البنات خلطت الفرينه هذه مليح مليح هكا حتى هذيك الفرينه تدخل كامل. ومن بعد هنا راهي تبان لي بلي مانيش رايحه نزيد الفرينه، يعني درت حوالي كاس ونصف فرينه وزوج مغارف تاع الكاكاو. هذا ما كان البنات. دوك هنا في الاخير نوري لكم شحال بقى لي يعني من الكاس الثاني تاع الفرينه هكذا باش تعرفوا كامل، لانه كل نوعيه تاع الفرينه كيفاش تكون. نتوما البنات يعني عمروا زوج كيسان تاع الفرينه، وبداو الكاس الاول ديروه كامل والكاس الثاني ديروا نصف، ومن بعد تشوفوا اسكو نحتاجو ولا لا. هنا فرغتها في السنيوه تاعي. كما راكم تشوفوا دوك نقيس لكم باش تشوفوا كامل قدامكم. فيها البنات 22 على 22، ولكن اذا كانت عندك تاع 25 24 تقدري تخدمي بها عادي البنات هكا من 22 حتى 25 سنيوه تاعكم. هنا البنات دوك ندير معكم الشونتي هكا باش كامل تعرفوا تخدموها. كانت مبتدئه تقولي دائما ديري وما ديريناش المقادير تاع الشونتي. شوفوا البنات درت كاس تاع الماء بارد ودرت كاس تاع الشونتي، يعني درتهم كيف كيف ودرتهم في الخلاط كما راكم تشوفوا لهنايا. تقدري بالباتور يعني عادي راح تجيك ثاني مليحه. نخلطوهم هكا مليح البنات كما راكم تشوفوا، يعني غير يبدا يطلع لك هكا مليح ويتقال لك. دوك نوريلكم القوام تاعو هكا باش تعرفوا يعني في الاخير. شوفوا القوام تاعو هكذا، يعني البنات يكون ما ثقيل ما خفيف. هنا بعد ما طابت درجه الحراره 180 درجه، طيب من التحت تزيد الطيب من الفوق خرجوها البنات. كما تعرفوا اي كيكه ولا موسكوتو فيها الكاكاو ما نحتاجوش كامل نشعلوا لها من الفوق. وباش تعرفوها بلي طابت تدخلوا موس ولا كوردون، اذا ما خرج لك فيها والو نحيها. البنات هنايا برك يعني حبيت نوريلكم كيفاش نحو هذوك الزوائد تاع السنيوه تاعنا اللي كنا دهناها بالزيت والفرينه. كنت نحيت لها كامل هذوك يعني اللي من الفوق هكا نحو كامل وحطوا في جهه. هنا البنات حبيت نقسمها على 3 طبقات، يعني حبيت نديرها هذه المره رقيقه. كما راكم تشوفوا درت الطبقه الاولى وزدت الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه البنات جاتني شويه مكسره ولكن عادي، ومن بعد تشوفوني نحطها يعني ما راح يصالها والو. كيما راكم تشوفوا يعني جاو 3 طبقات ما شاء الله، يعني جات هايله بالبزاف وخفيفه. نتمنى من قلبي يعني تجربوها. هنا البنات يعني درت لها هدايا، درت كاس تاع السكر صغير ودرت زوج كيسان تاع الماء. خليتهم غلاو 10 دقائق ونطفيو لهم.
درتهم البنات كيما راكم تشوفوا، سقيت يعني كامل الكيكه تاعي، يعني عمرتها مليح، ودرت لها هنايا الشونتي. كيكه بسيطه البنات حتى ما كاش، يعني ما درت لها لا الجوز لا اللوز حتى حاجه من الاخر. برك البنات درت لها كفكره، برك دوك نويلكم هنايا. حبيت نديرها الكاطو برك هكا من الداخل، نفتتو يعني هكا باش تجيك بسيطه. المهم البنات نتوما الحاجه واش يكون متواجد عندكم في الدار تقدري تزيديها كتزيين اختياري. وهنا البنات كما قلت لكم، هنا كان عندي هذا الكاطو درتو يعني فتتو هكا برك، عطاها بنه ولا اروع كما راكم تشوفوا، يعني درتو هكذا. نتوما النوع اللي يكون عندكم متواجد في الدار تقدري ديري، تقدري حتى ديري تقطعي قطع شوكولاته ديريها لداخل كما قلت لك، تقدري ديري الجوز، تقدري ديري كاوكاو. المهم لك الاختيار تاني واش يكون عندك في المنزل. هكذا يعني فتتو كامل، ومن بعد راني رايحه نزيد الطبقه الثانيه دوكا من الفوق. البنات هنايا اذا شفتوا قسمتوها يعني وجاتكم هكا مقسومه يعني عادي، يعني جربوا كيفاش تعدلوها غير بالعقل برك، واستعملوا الكوبات البنات هذيك البيضاء هكا باش تساعدك بالبزاف يعني، وتقدري تخدميها وتجيك سهله. نجرب كيفاش نعدلها هكا وندنيها حتى نجيبها سوا مع الطبقه التحتانيه. يعني نتوما اذا شفتوها جاتكم معوجه ولا راكي رايحه تقدري تعدليها يعني كيما تحبي غير بالعقل برك. بالنسبه لي المبتدئه تبعي الطريقه يعني مليح، اكيد راهي رايحه تنجح لك. هنا كيما راكم تشوفوا درت الشونتي هكا بعد ما شربتها مليح، ونسيت باش نزيد لها طبقه تاع الكاطو البنات. كنت نسيت هكا، كنت مزروبه ونخدم فيها البنات، نسيت هي لهنا نورمالمون نزيد لها الكاطو من الفوق باش نزيد الطبقة الثالثة. هنا كيما راكم تشوفوا نجربوا كيفاش نعدلوها عشوائيا ونحو الزوائد هكا، ونجربوا كيفاش نجيبوها يعني مسطحة البنات. هكا ندير ساير داير هكا باش الزوائد اللي خرجوا كامل نكون أعدلتهم. هكذا البنات هذه هي الطبقة الأخيرة، يعني درتها من الفوق، جات ما شاء الله خفيفة البنات وجاتني سهلة، يعني تقسمت لي تمتم، يعني ما شاء الله مقادير مضبوطة. نتمنى كامل تجربوا هذه الوصفة. هنا البنات نجرب كيفاش كيف نعدل باش نحي هذوك الزوائد وندنيها البنات كيما راكم تشوفوا. يعني تعمدت خليت هذيك اللقطه كي كانت معوجه هكا باش نوري لكم باللي تجيكم معوجه وتقدري تعدليها وتحسنيها يعني عادي. هنا زدت شربت الكيكه تاعي من الفوق كامل بالسيرو اللي كنت خدمته، قلت لكم يعني كامل واش فيها هكا البنات. راح نشمخوها مليح البنات ونزيدوا الطبقه الفوقانيه يعني عشوائيا. نحطوا برك هكا البنات لانه راني رايحه كيفاش نجرب نديرها يعني شويه رقيقه، ما نديروهاش خشينه كيما اللي درناهم من التحت هكا، باش الكيكه هذه البنات كامل يعني رفدت لي للامانه كاس وشويه تاع الشونتي. كاس كنت خلطته يعني قدامكم صورته، وزدت درت شويه برك البنات حوالي 4 مغارف ولا 5 يعني. وانتم اذا حبيتي برك يعني الطبقه الفوقانيه هذه ما ديريهاش خشينه، اكيد كاس راهو رايح يكفيك كامل باش تزيني الكيكه تاعك، يعني كاس شونتي وكاس تاع الماء. هذا ما كان البنات كيما راكم تشوفوا نجربوا كيفاش نعدلها يعني كامل مليح هكا، نحي لها هذوك الزوائد كامل كيما راكم تشوفوا. وهذوك الزوائد اللي راني رايحه اللي حطيتهم يعني من الفوق هما اللي حندير بهم الزينه من الفوق. كيما راكم تشوفوا لهنا كانوا عندي زوج علب تاع الشوكولاته البنات، ذوبتهم مع الحليب ودرت لهم شويه تاع الزبده. وهنا للامانه البنات كانت جمدت لي، نورمالمون ما تكونش هكا البنات، ولكن لضيق الوقت هكا حبيت نكملها هكا البنات باش نحطها لكم غدوه، لانه هذه خدمتها يعني البارح كيما راكم تشوفوا. جربوا نتوما خلوها شويه سائله هكا باش كي تفرغوها تجيكم سهله، يعني ما تجيكمش كيما انا جاتني هكا، ولكن يعني كنت حسنتها ودرتها كامل. ومن بعد درت شوكولاته يعني في حمام مائي كيما راكم تشوفوا، يعني شوكولاته دادا بيضاء، ودرت تزيين عشوائي اختياري كيما راكم تشوفوا لهنايا، يعني جات شابه جات هايله بالبزاف. نتمنى تعجبكم، قولوا لي في الكومونتير اذا عجبتكم ولا ما عجبتكمش. هذه هي البنات. وهنا كانوا عندي البنات فيغميسال هذا تاع الشوكولاته هايل بالبزاف البنات، ننصحكم كامل تشرو منه، لانه 5000 يعمر لك كيس معمر تقدري تخدمي به شحال من موسكوتشو ولا كيكه ولا تقدري. وكي تحبي تخدمي دائما يكونوا عندك يعني المقادير هذوما في المنزل تاعك. هنا درتو كامل عشوائي هكا، ومن بعد نبدا نضغط كيما راكم تشوفوا لهنايا هكا باش نجرب كيفاش ندخلو كامل في الشونتي تاعي. هذه هي البنات الشونتي اللي كانت بقات لي، كنت زدت خدمت شويه برك البنات. درت فيها الكاكاو، يعني حبيت نلونها برك هكا باش نكسر الالوان هكا وتجيني شابه، وتاني كي نصورها يعني تعطيني صوره شابه. نتمنى من قلبي الوصفه تاعي لنهار اليوم تعجبكم، خلوا لي جام وكومونتير حلو كيما نتوما هكا البنات، نقول لكم نعرفكم وحده بوحده، نقول لكم نحبكم كامل.
وانتم كامل خياتي دايما مفرحيني يعني بالكلام الطيب. يعطيكم الصحة وربي يفرح قلوبكم. هنا دوك نقسمها معكم باش تشوفوا القوام تاع البنات بزاف هايله. ويعني البنات صدقوني البنات راني دايره ريجيم، ولكن يعني كليت غير ملعقه برك بصح بزاف هايله وبنينه. يعني ما شاء الله هايله، تقدري تديها ضيافه هكا ولا تروحي ضيفه ولا تحمري وجهك بها. يعني سهله بالبزاف، مقادير تاعها بسيطه. بكاس شونتي برك يعني جات هايله ولا اروع. كما قلت لكم نتمنى هذا الفيديو يلقى اقبال من الاخوات اللي نحبكم كامل خياتي، وعلى بالي بلي كامل تحبوني. يعني خلوا لي هذاك الجاب، فرحوني، خلوا لي الفيديو يكبر اكبر عدد باش نتحفز ونحط لكم دائما وصفات سهله يكونوا اقتصاديه في متناول الجميع. دوكا هنا البنات نوري لكم يعني كيفاش جات من الداخل. نتمنى الفيديو ما يكونش طويل عليكم وتكونوا لحقتوا لهنايا، ويعني شفتوها كامل المراحل. نتمنى يعني الوصفه تعجبكم وتجربوها، وعلاش لا بعثوا لي في الانستغرام نستقبل كامل رسائل تاعكم ونقول لكم نحبكم كامل، نقول لكم شهيتكم في الجنه. نتمنى من قلبي تعجبكم. هذه هي البنات يعني الفيديو تاعي راهو قريب يخلص، نقول لكم تهلاو في روحكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد يكون سهل ماهل. سلام.